نروح لدول اوروبا ونشوف الخيبة اللي عندهم. روسيا اطلقت صواريخ اوريشنيك اللي هي فرط صوتية. صواريخ قوية جدا ما بتشافش بالعين المجردة، حاجة كده زي ما يكون نيزك بينزل من السماء مرة واحدة. وقامت بضرب مدينة لافيف ومدينة كييف، العاصمة الأوكرانية. وكان في ضربات بالقرب من دولة بولندا اللي هي عضو في حلف الناتو، اللي المفروض ان دول اوروبا كلها تتكاتف وترد. والأول مرة دول أوروبا بتغير لهجتها تجاه روسيا، وبتقول إحنا لازم نقعد مع روسيا ولازم نتكلم مع روسيا. اللي قبل كده قالوا إحنا مش هنتكلم مع روسيا، إحنا هنحارب روسيا، إحنا هنهزم روسيا. النهاردة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا ورئيس وزراء إنجلترا ورئيسة وزراء إيطاليا والمستشار الألماني أجمعوا كلهم إن إحنا لازم نقعد مع روسيا ونتكلم ونحل موضوع أوكرانيا، عشان خاطر أمريكا باعتنا وأمريكا خلاص مش هتقف معانا. طلع رد عليهم ترامب وقال لهم ايه، قصف جبهتهم قدام العالم كله، وقال لهم ان بوتين ما بيخافش من اوروبا، بوتين بيخاف من امريكا اللي انا رئيسها دلوقتي. ومفيش حاجة تدعو للخوف من اوروبا عشان اوروبا كان شيء من الماضي وخلص خلاص. مش كده وبس، ده قال لهم انا هاخد جزيرة جرينلاند، لو مش بالتفاهم هيبقى بالعنف، لو مش بالذوق هيبقى بالعافية. يا عم طب جزيرة جرينلاند دي تابعة للسيادة الدنماركية، دولة في حلف الناتو معاك في الحلف. قال لا مفيش منه الكلام ده، هناخد جزيرة جرينلاند يعني هناخد جزيرة جرينلاند. وهنا السؤال بيطرح نفسه، هل أقوى حلف عسكري موجود على وجه الأرض اللي هو حلف الناتو مات إكلينيكيا؟